أما القصة اللي جاية فهي قصة أغرب من الخيال. وصلنا للحظة اللي محدش كان بيتوقعها. تزوج من عائشة فهمي اللي كانت أكبر منه ب16 سنة. اتجوزها في باريس، وفي البداية وقفت جنبه في أصعب أوقاته المادية، لأنه ساعتها كان على وشك تفكيك فرقة رمسيس. اتدخلت عائشة وأنقذتها بفلوسها، وساعدته في جولات فنية في دول كتير. بس الغيرة دمرت كل حاجة. لكن أنا فهمتك مرارا إن أنا حرة في تصرفاتي كما إنك حرة في تصرفاتك. ساب يوسف وهبي أسرها اللي كان على النيل في الزمالك من غير ما ياخد حتى هدومه، وما كانش في جيبه غير 50 جنيه. ورجع لشارع عماد الدين وأجر غرفة في بنسيون صغير باسم مستعار، عميد المسرح العربي في أوضة في بنسيون باسم مستعار. عائشة عرضت عليه في الوقت ده 500 فدان و60,000 جنيه لو رجع، بس هو رفض لأن كان عنده عزة نفس رهيبة. سافر بره، ولما رجع لقى إنها رفعت عليه قضية نفقة، واتحجز على فرقة رمسيس وأشهر إفلاسه.